وحشتوني. النهارده هعمل معاكم كيك خفيف قوي قوي، تقدري تقولي عليها اوشن كيك لانها خفيفه جدا جدا. حبيت اوري اول لقطه فيها وهي بتتقطع عشان تحسي هي قد ايه خفيفه. عايزه اقولك انك هتفضلي ماسكه الشوكه، مش هتسيبيها الا وتخلي الطبق امتي، مش هتسكتي الا لما تفضي الطبق. واحده تلو الاخرى زي ما بيقولوا كده في اللغه العربيه. عايزه اقول يلا جهزي معايا بقى شويه دقيق صغيرين سريعا كده ومعلقتين كاكاو، وتعالي شوفي الكيك بتاعنا عامل ازاي. هستخدم الدقيق وهنزل عليه بالسكر والكاكاو بتاعي، مش هنضيف اي شوكولاته على فكره. هسيب المقادير جوه صندوق الوصف. نزلت بذره من الملح، هنزل بالفانيليا، وهستخدم البيكنج باودر بتاعنا اللي احنا دايما بنستخدمه في كل الحلويات. هقلب كل الخليط كله مع بعض وهنخله جاست ان كيس، بحيث ان انا مش هستخدم لا قولوا معايا لا خلاط ولا مضرب ولا اي حاجه، هستخدم ايدي يعني. عشان الناس اللي هي في بعض الناس بيقولوا لي يعني خلي حاجات يدويه اعملها بايدي، واوقات بقى استخدم البوتاجاز مش بستخدم الاوفن، وده عشان برضو ابسط الشيء. تقدروا تقولوا ان انا بخلي الشيء يعني اسمها سهل الممتنع، يعني نخلت كل المكونات مع بعض وكده كأنها اتلخبطت كلها، عملت ميكس بالشكل ده، مش محتاجة اعمل حاجة تانية. اتأكدت ان كله كده جاهز عشان مش هيتعبني. هنزل عليهم ببيضتين حجم كبير، ومش هنستخدم سمن ولا زبدة، هنستخدم الزيت، شايفين؟ وهستخدم مية تتسد، مفيش فيها اي حليب، لا حليب ولا سمن ولا زبدة، زيت والبيضتين بيضان او الاتنين بيض والمية، وهقلب الخليط ده مع بعض. وهسيب المكونات اللي انا استخدمتها بالظبط جوه صندوق الوصف، وهقلب الخليط ده. مش هاخد مني حوالي دقيقة ونص. اتأكد بس ان انا دوبت السكر مع الخليط بتاعي. حقيقي مفيش اسهل من كده. الكيك كان طالع خفيف وهش جدا جدا، ووريتكم القوام بتاعه. على قد ما تقدري خلي ايديكي تاخد الشكل الدائري، بحيث انك انتي يعني ايه اسمها ايه تبقى هشه وخفيفه. طبعا اتاكدت جاست ان كيس ان السكر حلو وطلع جميل. هدهن القالب او الصينيه او اي حاجه هستخدمها زيت او زبده جاست ان كيس، وهبتدي اروح جايبه الخليط بتاعي اللي انا اشتغلت عليه. زي ما انتم شايفين ده القوام اللي انا عايزاه بالظبط، يعني قربت جدا عشان تبقوا شايفينه. بصوا هو هيوزع نفسه بمجرد ان انا انزله. كل اللي هعمله ان انا هنزل كل الخليط في الصينيه بتاعتي وهمسكه كده اضربه ضربتين على بس يعني اهز كده البتاع واضربها، اتاكد ان مفيش فيها فقاقيع بس مش اكتر من كده. الفرن هبقى مسخنه ومدخلها الفرن على درجه حراره 180. بصوا شكلها عامل ازاي، حقيقي تبارك الله. هنا هستخدم الكريم شانتيه اختياري، اللي مش عايز كريم شانتيه ممكن يستخدم الهافي كريم، ممكن تستخدمي اللي هو البودر بتاع الكاسترد. بس انا جبت اللي هو اسهل حاجه ليكم وفي نفس الوقت هتعمل طعم كويس. ونزلت عليه بالحليب ساقع، وهقلب او هشغل عليه المضرب اللي هو الكهرباء، لاني مش هقدر اضربه على ايدي الصراحه، ما عنديش الباور ان انا اقدر اخليه يبقى ايه قولوا معايا يعني تقيل ايديا تجيبه، يعني محتاج فعلا مضرب كهرباء. او ممكن تستخدمي خلاط، انا عملته في الخلاط قبل كده. الكريم شانتيه حطيته مع الحليب وشغلت عليه الخلاط اشتغل وعمل نفس القوام. بس جربي شويه صغيرين، يعني اما تلاقيه صح كملي عشان ما تدعيش عليا. بس انا جربته لذلك قلت لكم. عايزه اقول المقادير بتاعه الكريم شانتيه بتقول لكم المعيار كام في الباكو، وتستخدمي عليه حليب قد ايه. فانا مش عارفه انتوا هتستخدموا احجام ايه عشان اقول لكم، بس في الغالب انا عن نفسي استخدمت نفس المقادير اللي كان مكتوب عليها، بس زودتي معلقه زياده عشان كنت عايزاه يبقى خفيف شويه، عشان يبقى كانه عارفين اللي هي الامواج اللي بتبقى جوه الاوشن. حبيت ان هو يبقى كده. عايزه اقول لكم ان الكيك وقع مني على فكره، بس قلت برضو وقع مني وانا بشتغل في المطبخ، فقلت لازم برضو اشتغل عليها. بس حبيت اوريها لكم، انتوا عارفين دايما احب اوريكم انا الحاجات اللي بتحصل لي. ونزلت عليه هنا بالكريمه وههزها كده، بس هتوزع هي نفسها عشان انا قلت لكم زودت معلقه زياده في الحليب بالشكل ده، بحيث ان انا لما اقطعها تبقى عامله ازاي يعني نازله مموجه على الكيك، تديني ايحاء كده ان انا يعني في تمويج في موج. بصوا بقى
خطيرة تبارك الله. وبعد كده بتدخليها التلاجة تتماسك شوية، لاني طبعا طول ما انت مشغلة المضرب عليها، المضرب نفسه بيبقى سخن، بيخلي اي كريمة بتستخدميها بتعمليها بتبقى ملت شوية. وبشرت عليها من فوق شوكولاتة. والطريقة دي اختياري، عايزة تعملي كده اوكي، عايزة تحطي بقى لك صوص شوكولاتة من فوق، تحطي كاكاو، تعملي خطوط اللي يعجبك. لقيتي الشكل ده اسهل ليكوا واسرع كمان. بصوا السكينة ماشية ازاي، عاملة فيها ايه، حقيقي حكاية. كنت بقطع السكينة عشان احافظ على شكلها. بصوا قد ايه تحس ان هي خفيفة، كما لو انها مش عارفة اسفنجي، لا هي اخف من الاسفنج حقيقي. بصوا بتتقطع معايا بكل سهولة. كنت بتعامل معها برفق لانها كانت طرية جدا وخفيفة وهشة. انا كنت مبسوطة منها لانها ما خدتش مني وقت خالص، بس يعني سبحان الله هي وقعت مني واتكسرت بالشكل اللي انتوا شفتوه. وبرضو قلت لازم اكملها، يعني خسارة بعد ما عملتها ما كملهاش ليكو، وقلت انكم تشوفوها تعجبكم قوي. هسيب المقادير جوه صندوق الوصف. بقول لكم تابعوني على قناتي دي والقناة التانية. الكيك خفيف ولذيذ وسريع، ما بياخدش وقت خالص، وكمان عائلي زي ما انتوا شايفين، بيوزع كتير جدا. وهنا نسكت قليلا علشان نبقى انجوي واحدة تلو الأخرى، صح؟ أنا كنت يعني هايصة قوي قوي والله. الغضبان التعبان الزهقان الطهقان يعمل كيك، هتنسي نفسك. انجوي يا جماعة.